كشفت الأزمة التي فجرتها داخلية الانقلاب مؤخرا عن مطاردتها الملصق الذي يدعو للصلاة على النبي والملصقات الدينية داخل المساجد عن سياسة لا زالت تتبعها العقلية العسكرية في مصر بهدف خلق حالة من الصراع الوهمي في المجتمع وحالة من الجدال العقيم في الوقت الذي تقوم فيه هي بتمرير قرارات لصالح مؤسسة ما أو التغطية على كارثة أو ملف فساد. هذه الطريقة ليست جديدة، فقد وضعها جوزيف جوبلز وزير إعلام هتلر النازي، حيث نجح في توجيه ما قيل عن اضطهاد هتلر لليهود بشن حملة إعلامية على المذابح التي يرتكبها الإنجليز بحق الكاثوليك الأيرلنديين، وبالفعل نجح في ذلك، وهو نفس الشخص صاحب مقولة اكذب حتى يصدقك الناس. ونجح من خلال أفكاره الشيطانية في إيهام الألمان أن هتلر هو المنقذ الوحيد لبلادهم، بالضبط كما فعل الإعلام المصري مع السيسي. وبنفس الطريقة تعامل العسكر في مصر على مدى عقود، حيث استغل نظام مبارك في أواخر عهده حادثة الرسوم المسيئة للرسول في التغطية على الفشل الاقتصادي وتردي الأحوال المعيشية. كما تعمدت الحكومة في عام 2004 تحديد موعد نهائي الدوري بين الأهلي والزمالك، وما يثيره من جدل في نفس يوم موعد إعلان نتيجة صفر المونديال الذي حصلت عليه مصر في ملف تنظيم كأس العالم، لشغل الناس بجدل المباراة عن فضيحة الصفر المدوية. وكذلك افتعال أزمة بين الجزائر ومصر في عام 2009 بسبب مباراة كرة قدم لشغل الشعب المصري عن زيادة الأسعار والقمع الأمني وإيجاد حالة وطنية زائفة لمواجهة حالة الإحباط وضعف الانتماء. كما تكرر المشهد ذاته عقب ثورة 25 من يناير بأزمة اقتحام السفارة الإسرائيلية، والتي لم تصب بأي حال من الأحوال في مصلحة الثورة، وشغلت الثوار عن معاركهم الحقيقية مع العسكر، وغيرها الكثير من الأزمات التي تعمدت المخابرات تفجيرها في وجه المواطن لإلهائه عن أزمة أو كارثة أو تمرير لقانون معيب. ويؤكد مراقبون أن الهدف من تفجير أزمة إزالة ملصق حملة الصلاة على النبي التي هي في الأصل محسوبة على التيار السلفي تستهدف جر المواطنين إلى معارك جانبية بعيدا عن كوارث السيسي والانتخابات المزورة والانهيار الاقتصادي. وأخيرا تشكيل حكومة محلب والقمع المتواصل وضحايا التعذيب في أقسام الشرطة، لعل آخرها قتيل قسم المطرية. وبعيدا عن الحملة وهدفها، هل لا زال العسكر يعتقدون أنهم سينجحون في جر الشعب المصري عن قضاياه الحقيقية من تحقيق الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، أم أن استمرار الحراك الثوري هو أبلغ رد على تلك المحاولات؟